بقول لهم انا بحب بورسعيد. طب تعليقك على كل اللي حصل في استاد بورسعيد؟ تعليقي ان هو يعني المجلس العسكري دايما يتكلم عن مخطط تقسيم مصر، وهو ما فيش حد يعني بيقسم مصر غيره. انا يعني علاقتي ببورسعيد قديمه قوي، وبورسعيد مليانه ابطال وبلد كله نضال. انا عارفه انه دي مش المحنه الاولى، وايام مبارك كان في حصار حقيقي للبورسعيديه، لكن معلش ربنا بيبلي كل يعني حد على قد قوته وقدراته. اخذوا بورسعيد مسرح لجريمتهم، لكن لا، هنفضل نضغط ونطالب بكشف الحقائق والعقول المدبرة للجريمة الشنعاء دي. لكن بالتأكيد البورسعيدية أبطال، وإحنا يعني لا يمكن إن نستسلم لحصار بورسعيد. بالعكس احنا عندنا مشروعات كتير ومبادرات شعبية علشان تنشيط الحالة التجارية، ويبقى في طول الوقت تضامن، وهذا ما نملكه، الخير. الشعب بورسعيد، كلمة لشعب بورسعيد. يعني انا مش شايف ان في حاجه اسمها شعب بورسعيد، احنا كلنا شعب مصر، وندي بورسعيد جزء من مصر. احنا جايين بلدنا وجايين المكان اللي اتقتل فيه الناس عشان نشاور على القتل الحقيقي. القتل الحقيقي هو المجلس العسكري، واي محاولات لان احنا نقول كلام تاني يبقى بنكذب على نفسنا. فمصر لن تنسى على مر الدهر تاريخ بورسعيد، ولا تاريخ السويس، ولا تاريخ الإسماعيلية. فأنتم خط دفاع مصر الأول، أنتم الذين تحافظون على سيناء، أنتم مسؤولون أمام الله عن الدفاع عن بلدكم مصر، عن الأمة. فأنتم دفاعي الأول، وستستمروا بإذن الله دفاعي الأول. هل لك يا عكاشة ربما لم تشاهدوا تاريخا عظيما لآبائكم، ومن بينكم ايضا من شاهد هذا التاريخ العظيم. فان هذه الصورة لهذا الشهيد ليست هي اخر صور للشهداء الذين قدمتهم بورسعيد، بل سوف تستمر باذن الله. تقدم بورسعيد شهداء دفاعا عن الأمة وعن الإسلام وعن مصر وعن العروبة، لأن هذه هي بورسعيد، بلد الإسلام وبلد السلام.
كلمة لشعب بورسعيد. لا بص انا مش هقول كلمة لشعب بورسعيد عشان مفيش حاجة اصلا اسمها شعب بورسعيد. تمام. في حاجة اسمها شعب مصر. يعني المرة الجاية هنبقى بنحتفل هنا وشعب اسوان وشعب الاقصر وكده، هو ده اللي انا بكلمه. بقول له مش هيحصل مصر هيفضل شعب والشعب هيفضل ايد واحدة. واللي عايز يفرق بين الشعب والشعب ياخدها من عصرها بيشرفنا طبعا. طب كلمة للإعلام اللي هو المحرض تجاه بورسعيد. طب ما هو اذا احنا اصلا بلدنا ان احنا اعلام محرض. لا انا شويه ببقى قلقان من الفكره بتاعت انه احنا رايحين نفك الحصار عن بورسعيد. بورسعيد هي كل واحد يعمل اللي يرضى. شعب بورسعيد هو شعب مصر، واللي بيحصل في بورسعيد هو اللي بيحصل في ميت بشار في الشرقيه، وهو اللي بيحصل في العمليه، والمتهم فيهم واحد اللي بيقسم مصر هو الشهر اللي فات. حقيقه كل خطط المخابرات اللي من اول ما بقى في حاجه اسمها مخابرات في العالم اتطبقت عليه، ما سابوش خطه ما عدوهاش علينا. بدات بالفتنه الطائفيه زي ما نوره قالت، لا هو مش نافعه ومش واكله. بدات باستفتاء دستوري يقسم البلد، ويتقال اللي يقول يبقى مسلم، واللي ما يقولش لا، واللي يقول لا يبقى مسيحي، وقصه حضراتكم عارفينها تماما. كل الألاعيب باظت ولكن كل يوم بيعدي بيأكد ثقتنا في ربنا، وبتزيد اكتر واكتر، لان ربنا هو الراعي الحقيقي عز وجل هذه الثورة، وبيقدم لنا بدل 3 2 و3 و4، واخرهم مشهد بورسعيد. لو شاءت الاقدار لهذه الثورة ان تنتهي، كانت نهايتها المقدر ليها في تخطيطهم يوم 2 فبراير. يوم 1 فبراير المباراة تنتهي زي ما كانوا متوقعين، فوز الاهلي، تعادل، فيبقى العدد زي ما قالت دلوقتي استاذة بوسينة، هي بتقول 300، كان هيبقى 600 و900 و1000. والصبح بقى يلا يا واد انت وهو خش بيتك بقى، دي حرب اهليه، احنا مش هنسيب البلد كده. بس ربنا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل اخواتي قالوا اسباب كتيرة عشان الثورة تكمل، ولكن انا هختتم بحاجة بسيطة. كنت شايف بنتين زي القمر صغيرين، اهاليهم شايلينهم هنا، نفسي اشوفهم تاني بالله عليكم، نفسي اشوفهم تاني. سيبكم من كل الاسباب. تحية للجيل اللي بيشهد الثورة من اولها، تحية للجيل اللي احنا هنكمل، عشان ابدا على مستواي الشخصي مش هقدر استحمل ان ابني بعد 15 ولا 20 سنة يقعد معايا ويقول لي ما كملتوهاش ليه يا بابا. مش هنقبل ده، ومش هقبل فصل في التاريخ لماذا فشلت الثورة المصرية. بدأت وستستكمل بإذن الله. ببساطة ربنا لما خلق الكون ده حط سنن فيه، هي زي ناموس الكون، دي سنن للكون. من السنن دي حاجتين، ان مفيش حاجة من غير ثمن، واحنا دفعنا ثمن وما زلنا مستعدين ندفع اثمان اخرى، طائعين مختارين سعداء مبسوطين، وعارفين ان طريق الحرية للأسف بيبقى مفروش بالدم. تاني سنة من سنن الكون ان ربنا عز وجل قال في الحديث القدسي: كتبت الإجابة لمن أدمن الطرق، ونحن أدمنا الطرق وسنواصل الطرق بأداء سلمي لنصل إلى النهاية السعيدة، والنهاية اللي كانوا بيتخيلوها حلم ولكن والله شايفينها رؤية العين.
انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، والثورة واصلة لخط النهاية شاء من شاء وابى من ابى، فخلصونا بقى. انا مش هطول عليكم عشان عارف بقالكم كتير واقفين. طيب نبدأ. انا هقول كلمة بسيطة عن احنا ليه نكمل الثورة. يعني في ناس بتقول لك انت حققت كتير وكفايه، بس في حقيقة الامر لا، وبرضه الواحد لازم يبقى على دراية بقدراته. يعني احنا في الحقيقة حققنا فعلا، بس ما حققناش الاهداف الحقيقية. احنا حققنا كل الاهداف اللي حوالين الهدف الرئيسي، وهو الحرية والعدالة. حاجة بسيطة جدا، سواء كانت عدالة اجتماعية او عدالة قصاص في حق الشهداء. النهاردة المجلس العسكري اول لما مسك الحكم قال انه لن ينتوي الاستمرار اكثر من 6 اشهر، والنهاردة هو عدى سنة ماشي. فده سبب يعني واقعي جدا ليه احنا نبقى متضايقين، وليه ان احنا نحاول ان احنا نخلي الثورة بتاعتنا مستمرة. عندنا عدالة اجتماعية ما حدش يعني، ولا حتى في البرلمان، ولا حد من يعني ما فيش اي حاجة، اي خطوة حقيقية اتحققت في هذا الهدف اللي هو يعتبر هدف اصيل من اهداف الثورة. ازاي الناس تاكل عيش، فما حصلش. فما حصلش ده، واحنا مستمرين لغاية لما يحصل. الموضوع اصله انساني ما هوش سياسي. الناس هتعيش ازاي لما واحد يبقى بياخد 500-600 جنيه في الشهر؟ يعيش ازاي؟ هيمد ايده، يا اما هيسرق، يا اما هيشحت، يا اما هيبيع كرامته. ليه؟ غير الحوافز، غير بقى اللي فوقها. فعندنا العدالة الاجتماعية لم تتحقق. عندنا يعني سبب مهم جدا ليه نستمر، ان مع كل احترامي للاستاذ جمعة اللي اتكلم في الاول، الاستاذ محمد جمعة اللي اتكلم في الاول، الاستاذ حمدي جمعة انا اسف اللي اتكلم في الاول، هو فين التحقيقات في اي حاجة حصلت الحقيقية اللي بتعكس العدالة؟ فين؟ علشان نتوقع ان يحصل تحقيق في الحادثة اللي حصلت في الاستاد هنا في بورسعيد، يبقى لازم يبقى في عندي دلالات ان هيحصل، ان حصل قبل كده، وابقى عندي ثقة. انا شخصيا تحت حكم العسكر لا اثق في اي تحقيق. اسباب كتيرة جدا 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 سلبية مش عايز اتكلم عليها دلوقتي، لان احنا يعني اتخنقنا سلبيات. تعالوا نتكلم على الايجابيات. يعني احنا في يوم من الايام نزلنا علشان نعمل مظاهرة، كنا بنطالب بحاجات بسيطة جدا، كان حل مجلس الشعب، وكان يعني رفع الحد الادنى للاجور، حاجات بسيطة يعني. انتهى الامر بان احنا بنحاكم رئيس جمهورية سابق، عندنا كام وزير محبوس، عندنا مجلس شعب اتحل، عندنا مجلس شورى اتحل، عندنا انجازات. طب يبقى احنا نقدر اذا حطيناها في دماغنا نقدر. وانا بصراحة شايف ان من اهم انجازات الثورة النهاردة ان انا على منصة 3 منها نساء و3 منها رجال. ده انجاز، وبيتكلموا في السياسة، واللي بيتضربوا بقوا رجالة وستات برضه. فخلاص كده احنا قد بعض. فانا رسالتي رسالة بسيطة جدا، انا برجو كل فرد نزل يوم 25 يناير 2011 واستمر في 18 يوم لغاية لما اتنحى مبارك، انه يكمل ثورته حتى نتخلص من حكم العسكر. السلام عليكم. انا جايه لكم مكروبه، وانا عاده انا علاقتي ببورسعيد بقالها سنين. انا كل ما امر بكرب ولا ضيقه اجي واركب المعديه رايح جاي
وازور قبور شهداء 56. الكرب بيتفك على فكره، دي نصيحه يعني. قالوا لي سكان بورسعيد، انا يعني زي ما زملائي اتكلموا، احنا يعني صعب قوي ان احنا نتكلم عن كلام عن شعب بورسعيد وكلام عن تضامن مع شعب بورسعيد او تبرئة بورسعيد. انا جايه هنا لاحباط يعني انا ابتديت اصدق كلام اللي وقفاته اللي بيقول فيه ان في جهات مموله من جهات خارجيه بتحاول تقسم مصر، وده كلام يعني ابتديت اصدقه، وده كلام مظبوط. في جهه مموله من جهه اجنبيه اللي هو المجلس العسكري بياخد اكبر معونه امريكيه بعد اسرائيل في المنطقه، وهو اللي بيكوش على كل المعونه والفتافيت يعني كمان مستخسرها في الناس. ولا انا بتكلم على انه في مؤسسات اخرى بتاخد يعني البقايا، وهو فعلا ولو مش مضمون لان هو بياخد فلوس من امريكا بهذا الحجم، وشغلته ان هو يحمي امن اسرائيل، وفعلا هو بيقوم بتقسيمنا. يعني انا مش بتكلم عن مؤامره ولا بتكلم، انا بقرا واقع. احنا خارجين يوم 11 فبراير سمنه على عسل كلنا، فجأة بقينا اتقسمنا إلى نعم ولا، وبعدين مسلمين ومسيحيين، وبعدين ليبراليين وإسلاميين ومش عارفة وسلفيين وإخوان ويسار وبعدين هنبقى بقى قسمنا محافظات بورسعيدية وبقية البلد يعني عزل بورسعيد، وبيبتدي يعني بمدن القنال اللي هي أخطر عليه لأن هي يعني الأكثر ثورية واللي ليها تاريخ نضالي. فانا يعني هو صحيح عميل لجهات اجنبيه، بس مش هينفذ المخطط ده، لان هم بيحاولوا بقالهم فتره، وده يعني ماشي باي ذا بوك زي ما بيقولوا، يعني ماشي زي ما الكتاب بيقول. ما عرفتش تقمع الثوره بآلة القمع، اعمل حرب. وبيحاول يعمل حرب اهليه، وهو يعني يبدو ان احنا مش عارفين نستوعب هو عايز مننا ايه يعني لحد ما ابتدى يفتحنا في الموضوع بشكل يعني نفتشر ويقول لنا ما الشعب يشارك. يعني انتوا ساكتين ما بتموتوش بعد ليه يا رخمه، ما انا عماله اسخن من فوقي. الحمد لله انا ما كنتش في حاله نفسيه وانا جايه يعني قبل ما اجي، بس انا حسيت بانشراح كده. ولسه بقى لما اكل السمك، انا واسماء ناكل سمك، ولما اركب المعديه رايح جاي وازور قبور. المره دي بقى انا هزور مقابر شهداء 56 وشهداء بورسعيد في الثوره، وان شاء الله كرب البلد كلها. المقاومة هي اللي عملت المقاومة من ايام العدوان في 56. احنا جايين النهارده بنأكد انه الشعب والشعب ايد واحدة. اهل بورسعيد زي ما قلت لك احنا جايين النهارده لرسالة واضحة جدا مكونة من جزئين. اللي غلط هياخد جزاؤه واقصى جزاء ممكن، لكن بورسعيد مش هتتعاقب بذنب 5 10 20 100 150. مخطط احنا فاهمينه وعارفينه، واحنا بلد واحدة، مفيش حاجة اسمها بورسعيد ولا في بورسعيد. التعليق على الاعلام المحرض، لما الغطا بتاع حلة المجلس العسكري يتشال كل ده هيتساقط.